هجوم ضد هجوم صاروخي كما قلت في السابق، وتلعب دفاع متقدم، ورأينا الأهداف كلها هي كانت الأهداف على الرواق. وعندنا يعني استغلال الثغرات يعني في ظهر المدافعين، اللعب يعني في المساحات الشاغرة، في المساحات الشاغرة، وكانت المسافة بين الحارس المرمى والدفاع حوالي 30 ولا 40 متر، و30 40 متر امام هجوم مثل هجوم بروسيا دورتموند ياثر كثير، وخاصه سرعه اللاعبين لبروسيا دورتموند كليفاندوسكي كرويتس وغاغاوا. التغيير على مستوى الشوط الثاني ايضا اشرت لي على مستوى ما فعله يورجن كلوب بعد التغيير الاضطراري. اذكر لوكاس بيتشيك الذي كان مريضا ولم يكن متوقع ان ينزل اليوم اساسيا، لكن المدرب يعني اراد اشراكه في هذا الحفل البولندي بيتشيك، لأن في الحقيقة عدوى يعني عدوى الفيروس انتقل إلى لوكاس والعائلة بأكملها. اليوم يعني أجرى شوط فقط وأخرجه يورجن كلوب، يعني حدث تغيير تكتيكي أعتقد في مركز كيفن كرويس لعب كظهير أيمن، ثبته كظهير أيمن في الشوط الثاني وقدم مقابلة ممتازة. لاحظنا كذلك التغيير بين كوبا واللاعب شميلسا، تغيير في الاماكن، وهذه هي قوه بروسيا دورتموند، يعني تغير في المراكز، تحرك كبير في وسط الميدان، وهذا اكيد على فريق شاب ودفاع شاب كفريق فرايبورغ يجد كثير من الصعوبات. على الطائر هكذا يعني كابتن نبيل، وانت تتجول بين ملاعب البوندسليغا في عمليه يعني استقطاب اللاعبين لفرايبورغ. اف سي كولن اليوم يعني كولن الشهير بطل الدوري مرتين ينهزم ضد بايرن ميونخ في كلاسيكو الماني، وهديه لهيرتا برلين التي يعني ستجري مباراه الملحق. اعتقد انه خبر سيء للكره الالمانيه سقوط اف سي كولن الى الدرجه الثانيه. هو فريق كولن فريق كبير، فريق له تقاليد، ولكن المشاكل خاصه حسني نتابع مع بعض مراسم التتويج ان كنت تسمعني. المشاكل مع بودروسكي نعود الى الاستوديو لنقل وقائع التتويج. شكرا حسني. نتابع مع بعض مراسم تتويج بروسيا دورتموند بلقب البوندسليغا مرة أخرى مع الزميل المعلق أحمد سلطان. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا مرة أخرى. نأتي الآن إلى اللحظات الحاسمة، إلى لحظات التتويج، إلى لحظة تتويج الأسود، إلى لحظة تتويج الأبطال. بروسيا دورتموند الآن الدرع موجودة في السجن لإدونا بارك، تسلم الميداليات الذهبية وبعد ذلك رفع الدرع الغالية. شكرا لكل هذه الأسماء، شكرا لبروسيا دورتموند على بطولة الدوري، على تقديم الأداء. يستحقون هذه البطولة ويستحقون هذا الدوري. شوف الفرحة والابتسامة والتهنئة من جميع من يتواجد هناك. راوبل أيضا يتواجد، اللي يعتبر رئيس بروسيا دورتموند واللي كان أيضا رئيس الاتحاد الألماني. نيفين سوبوتيتش، فلوريان كرينجه اللي ما شارك هذا الموسم في الكثير من المباريات. أيضا تم تسليم الميداليات لشمالزر، يا له من يوم. أنطونيو دا سيلفا، ماريو جوتزي، وراوبل يعاند كل لاعب من لاعبي بروسيا دورتموند. لوكاس باريوس، مباراة الوداع بالنسبة للدوري الألماني. ماتس هوملز مساعد المدرب أيضا. زيلكو بوفاتش اللي باين في الصورة، بوفاتش، ماتس هوملز، كيفن كروز. بطولة الدوري الثامنة في تاريخ النادي، الخامسة بالمسمى الجديد بنسخة البوندسليغا. إنها فرحة ما بعدها فرحة بالنسبة لبروسيا دورتموند. يستحقون البطولة، فهم الأبطال، فهم الأكثر عطاء والأكثر جمعا للنقاط. كوبا الآن، لوكاس بيزجيك أيضا، الثلاثي البولندي الرهيب فيليبي سانتانا البرازيلي، شينجي كاغاوا، إليكاي غوندوغان أيضا. الكل سيستلم الآن الميداليات الذهبية.
ولكن فايدن فيلر سيرفع درع الدوري ولا سيباستيان كيل؟ سيباستيان كيل هو الكابتن. هل هو الذي ينتظر لحظة التتويج في بطولة الدوري الثامنة؟ شكرا لكل هذه الأسماء، شكرا لسانتانا، لهوملز، ليوليانكوف، لكريس لوفا، لأوفا مويلا، للوكاس بيجيك، لمارسيل شميلزر، لنيفن سوبوتيتش، شكرا لمارفن باكلورز، سفين بندر، كوبا، داسيلفا، جوتسي، كروس جروتس، كوندوغان، كاغاوا، سيباستيان كيل، فلوريان كرينجه، موريتس لايتنر، إيفان بيريزيتش، ماريو فرانيجيتش، لوكاس باريوس، تيرنس بويد وروبرت ليفاندوفسكي، يورجن كلوب، بوفاتش وكرافيتس. شكرا لكل هذه الأسماء على الموسم المستحق. العودة الآن إلى الاستوديو التحليلي وإلى الزميل كريم. كريم تفضل، إليك الكلمة لحظات التتويج. أحمد ابقى معنا لأنك أكيد سنتواصل مع بعض، ولحظة منح درع البوندسليغا إلى بوروسيا دورتموند. في الحقيقة أحمد يستحق عن جدارة واستحقاق بوروسيا دورتموند هذا اللقب، وحاليا الجمهور ينزل إلى أرضية الميدان. حاليا الجمهور إلى أرضية الميدان. نذهب إلى حسني في الملعب. حسني، إن كنت تسمعني، كيف هي الأجواء في ملعب المباراة؟ بأن الأمور ستكون أحسن، يعني أحسن من الموسم الماضي. اجتياح جماهيري لم يكن متوقع، لأن بلدية يعني دورتموند بالتنسيق مع الجهات المحلية هنا حاولت أن تدعم الجانب الأمني، وحاولت أن تتجنب يعني هذا الضغط الجماهيري بحضور ما لا يقل عن 75,000 عون أمن وشرطي لتأمين الملعب، إضافة إلى الستيوارد يعني إذا المضيفين بالأزياء المدنية. طبعا هناك ما لا يقل عن 4,000 يعني ستيوارد أو مضيف، ويتم إخراج الجماهير التي يعني اجتاحت الملعب بكل لطف. هذه هي الأجواء من سيغلان إيدونا بارك. صعب جدا أن تتحكم في يعني أحباء الفريق الألماني، أحباء هذا النادي الذي أمتعنا على دبي الرياضية منذ 2010. في الحقيقة يعني بروسيا دورتموند الساعي في الموسم المقبل لكي يكون رقم صعب أوروبي يعني للنجاح على مستوى دوري الأبطال، وما أنجزه بايرن ميونخ في الحقيقة جعل الفريق محفز معنويا، وأكد لنا ذلك يورجن كلوب يوم الخميس يعني عند تخطيط. نعود إليك، نذهب إلى مراسم التتويج هنا في سيغنال إيدونا بارك. أكد لنا كلوب أن الهدف القادم لبروسيا. أحمد سلطان. إذا يتوج بروسيا دورتموند، إنه تتويج الأبطال. ترفع الدرع الغالية. مبروك لبروسيا دورتموند، مبروك لعشاق الأصفر والأسود، مبروك لعشاقه في الوطن العربي، مبروك لعشاقه من عبر قناتي ومشاهدي قناة المشاهير. بروسيا دورتموند الاحتفالات حتى الصباح، والاحتفالات في هذه الأيام حتى موعد مباراة نهائي الكأس. مبروك لبروسيا دورتموند اللقب الثامن في تاريخ النادي، ومعادلة رقم بروسيا من شركلادباخ بطولات البوندسليغا. يستحقون البطولة وبكل جدارة. شكرا لكل جماهير البوندسليغا عبر قناة المشاهير. نوعدكم بتغطية أفضل من خلال الموسم القادم، ونتمنى أن نشتاق معكم إلى تلك البطولة الجميلة. الفرحة وكل الفرحة لبروسيا دورتموند، يستحقون المركز الأول، التتويج الثاني على التوالي. كان معكم مواصف ومعلق هذا اللقاء المثير والتتويج الكبير أحمد سلطان العبيدلي. نترك بقية لحظات التتويج مع الزميل كريم الطروني. كريم تفضل. شكرا جزيلا أحمد سلطان. كل سنة والبوندسليغا وأحباء البوندسليغا بألف خير، ونتابع وقائع التتويج على دبي الرياضية بعد موسم رائع، موسم استثنائي، موسم حافل من طرف بوروسيا دورتموند، رغم ربما لحظات
خاصة جدا لبعض اللاعبين الذين سيغادرون، لكنهم بكل فخر واعتزاز يشاركون هذه الفرحة مثل لوكاس باريوس وكرينغا ودا سيلفا. لحظات مهمة جدا بالنسبة إلى